سواء كان بالنسبة لبادرة الاتحاد عن الشغل أو بادرة قصر الضيافة. حركة وفاء اختارت الغياب في كل من المبادرتين. هل لكم من بديل عن كذا حوار يحقق الطمأنينة التونسي ويرفع عليهم العبء نتاع التعبه المزير اللي يشوف فيها التوانسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الحوار؟ الحوار هو لسان السائل، آلية ديمقراطية. حوار ما تنجمش تكون برنامج، ولذا هذا دليل على أنه هذا حوار أجوف غير ذي مضمون. احنا عشنا ثورة ما عندهاش برامج، ما عندهاش مطالب. ثم أكذوبة كبيرة في تونس يتداولوها جميع السياسيين تو، وهذا ما نشوفوش حاجة غريبة لأنه ما كاش عندنا سياسة. هذه قضية الانتقال، المسار الانتقالي. أنا مسار انتقالي، هذا تعطيل مسار الثورة. القوى الموجودة أكثرها في الساحة الآن بما فيهم حركة النهضة، وهذا التعطيل مسار الثوري يعني كانت عملية التفاف على استحقاقات الثورة. المسار هذا حقيقته هو مسار انتخابي وليس هو مسار يعني انتقالي. شنو انتقالي؟ انتقال ليش؟ فهمتني؟ جاوا عطلوا الثورة وتآمروا عليها في البداية وأصدروا مجموعة من التشريعات، فهمتني؟ وأتلفوا جزء من الأرشيف، فهمتني؟ ثم بعد جاء حل المجلس الأعلى لحماية الثورة، وهذا الاتحاد العام التونسي شغل لعب فيه دور، فهمتني؟ اللي كان اللي يضم القوى اللي كانت في وقتها تطرح يعني استحقاقات الثورة، ومشاو للهيئة متى من عاشور، هذه الهيئة التاسية اللي جات بأكذوبة المسار الانتقالي وعملوا لها الانتخابات هذه، فهمتني؟ وأصبحنا يعني نفكر في انتخابات جديدة. يعني الشعب التونسي يستنى الثورة باش تجيب له، قالوا له راهو باش تعاود انتخابات وانتم كلكم مؤقتين. هذم كلهم هالواحد ضعفوا من الوازع، ضعفوا من السلطة، وأصبحت يعني نوع من نسميه تعدد السلط في البلاد، تفكك الدولة، فهمتني؟ والدليل على ذلك أن شكون يحكم في تونس تو؟ ما يعرفوش. قالوا كان ثم حكومة ظل، وبعد تشوفوا تدخل خارجي، خاصة التدخل الفرنسي السافر في الشأن التونسي، فهمتني؟ خليني كان تو سامحني نكمل لك الواحد نتاعي. لا تدقيق فقط يا أخي. أنت ضد المسار الانتخابي اللي وصلك المجلس والتأسيس؟ لا، هو مسار انتخابي نكيفوه. خلينا نوضحوا منه. نكيفوه، ما نقولوش انتقالي هكا معناها. من المفروض الحوار يكون آلية مكرسة في كل الأوقات، مش مناسباتية ولا ظرفية ولا موسمية. الحوار هو آلية كما الانتخاب، كما الاستفتاء، هذيك يتسمى آليات. معنى تعريفه أو التكييف السياسي أنه آلية. الحوار هو آلية ديمقراطية. الحوار العام حد عنده الشغل ما عنده حتى معنى. نقول لك الحوار كيف تبحث فيه أحزاب سياسية وخلينا نقول منظمات وطنية وكلها اجتمعت الكل فيش باش تبحث، فهمتني؟ أين هو الأمر اللي هو له علاقة بالثورة واستحقاقاتها؟ أنتم شفتوا كيفاش تحاكموا اللي قتلوا الشهداء والجرحى، يعني عملية تسوية أكثر منها محاكمة. خذ شوية تعويض، ما يهمكش تكون قتل. تشوفوا الأرشيف اللي طالبنا. احنا عشنا 60 سنة ديكتاتورية وإرهاب، تو يتحدثوا على الإرهاب السلفي. 60 سنة ديكتاتورية وإرهاب، الناس ذبحت. شكون قتل حشاد؟ أنا تو سؤال، ما أنا الحق تو المرحوم بالعيد الناس تتساءل، لكن شكون قتل حشاد؟ فهمت؟ أو كيعملوا لك في ساحة في باريس، عملوا البيست يعني واحد نتاع بورقيبة، فهمت؟ وكل إحاد تحالف وشارك فيها الاتحاد. أي لأنه النظام اللي قام في 15 نوفمبر 55 هو تحالف ما بين شق من الحزب الدستوري واتحاد الشغل. من أتلف الأرشيف؟ هنبدأ. شكون أتلف الأرشيف؟ نفتحوا تحقيق تو نعرفوا. المتهم الرئيسي؟ المتهم اللي كانوا شادين السلطة طبعا. يعني
سي باش خالد السبسي. قائد السبسي وحتى في وقت الغنوشي، وجانا سي عماد الدايمي قدام اللجنة اللي هو كان مدير ديوان الرئاسة، وقال لنا اللي حتى وقت الغنوشي دخل جا سي عزوز بن ضياب اللي كابا نتاعو هز جزء من الارشيف، ثم حتى الارشيف اللي بقى يقولوا 50 ورقة، فهمتي؟ بعض الاوراق. اي الورقه ما تبدا بكلمه كذا وتنتهي بكذا، ونجيب على المنفذ ونقول مش 50 ورقه 400 ورقه 300 ورقه، شنو العجز؟ يعني هذا عجز تعطيل مسار ثوري. طبعا هو الان واضح وقع الالتفاف على الثوره والتامر وكلهم ضالعين فيها. هذوما اللي يحكيوا تو على المسار الانتقالي ويبشروا في الشعب ويركحوا. ثم الانتخابات راهي هاجز النخبه، ما يجيش الشعب، الشعب ما يهموش في الانتخابات. هم باش تحب نقول لكم يعني الشعب يهمه ظروف معاشه، شروط معاشه، فهمت؟ يهمه التشغيل، يهمه غلاء المعيشه، يهمه مشكلة يعني يكون ثم امن، والامن هذا اللي هو سامحوني برشا يتحدثوا تو امن جمهوري وين امن جمهوري؟ ما خرج حتى واحد من اللي يعذبوا هالناس هذيا وقال يا اخوي سامحوني راني عذبت وراني عملت. في المغرب ما حصل هو انه بدون ثوره خرجت لجنه هذه وجاوا قدام الشاشه الزبانيه نتاع نظام الحسن الثاني وتحدثوا كيفاش عذبوا الناس وطلبوا الاعتذار، وصارت يعني احنا ما خرجش واحد، مش تعذيب اللي في تونس صار. وانا كنت محامي ونبت في القضايا هذه وشفت كيفاش محكمة عسكرية يدخلوا فيهم دو بي ام، واحد من الشرطة العسكرية يدخلوا فيهم ويحطوا فيهم حدان. خلي من انا صورت انسان محروق بالضوء في كرشه وبيده، صورته في السجن بعد تقييم 4 دراج. يدخل لي المدير هو و3 حراس يولوا لي يديا ويفكوا لي البورتابل، وقعد البورتابل مفكوك حتى بعد الثورة 2008. هذا القضايا الملفات شكون اخذ 10,000 مليار من البنوك؟ وين القائمة نتاعهم؟ ثم ناس وقعت لهم اسقاط دين 740 مليار، عطاهم لهم كادو خود برا يا حراير كله فطاير، وهذو مازالوا موجودين ومازالوا فاعلين في الساحة. مال فاسد تجبد الآن تو تدار الحياة السياسية بمال ما نعرفوش مصدره منين، ثم مال من الخارج يجي الجمعيات يجي كذا وبعد يتعدى الأحزاب ويتعدى. الفوضى هذه سميتها أنا فوضى الفساد بعد دويلة الفساد أو إدارة الفساد، لأن بن علي ما كانش رجل دولة يعني البديل عنده إدارة. بديل الحوار. سامحني بحيث هذه قضية الحوار وكل كلام فارغ. هذا حوار لازم يكون موجود، لازم الناس تتحاور، هذه تحصيل حاصل. إذا كان نحبوا نعملوا ديمقراطية الناس كلها تتحاور تحكي ماذا نتحاوروا مش مشكل، ننتخبوا نحتكموا للشعب بالاستفتاء، هذه كلها آليات. أما المضمون شنو؟ لما تفتح المضمون تلقى كلها تتعلق بالانتخابات، الهيئة العليا أو اللجنة الواحد، إصدار قانون انتخابي، تحديد أجل نهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، نوعية النظام الرئاسي، تنقية المناخ العام الفرد الانتقالية. وشنية الواحد قال لك الحوار هذا باش يمتص هيك النقمة وهيك التوتر اللي في البلاد، والنقمة والتوتر في البلاد. أنا بالنسبة لي تحليلي السبب نتاعو أنا عدم استكمال أهداف الثورة، لأن الناس ما زالت تشوف، أنا نفسي هنشوف فيهم هذا اللي عذبوا وحتى اللي ضربوني واعتداوا عليه ما زالوا موجودين يحوسوا في الشارع. شنو كان كيفاش نتعامل مع جهاز هذا طيب يحمي؟ يعني الافلات من العقاب هو مبدا، الافلات من العقاب هو سياسه ومبدا مثل مكرسه اليوم. وربما العداله الانتقاليه هي التي ستنضبط. ثم احنا وين حبوا يهزونا تو مش حبوا يهزونا الى مواجهه بين الاسلام المعتدل والاسلام المتطرف او الراديكال يسموه. هذه البرنامج اللي باش القوى الخارجيه وثم امتداداتها في الداخل هي ساعيه من اجل ذلك، بحيث احنا قضايا ماذا عن الوقت الحوار تشوف هذا؟ قضايا صحيحه ما ناقشناهاش وما طرحناهاش وما خضناش فيها. استاذ قضيه الحوار انا في رايي، وهذا باش نكون ايجابي فهمتني، مش صحيح يا سي زياد اللي صار. كنا نجموا نبداو المحاسبه بكشف الارشيف او بقيه من الارشيف، كل شيء. عندك الصفقات العموميه، خصخصه المؤسسات اللي صارت، عندك الديوانه، عندك البنوك، تو تعرف برشا حقائق. عندك البوليس السياسي
فهمتني. عندي مقولة سمح مش هذا موضوع النقاش. خليني نكلمك عندي برشا خليني حوايج نكلمك نجم ثم ندخلوا في مفاوضات مثال شو ما تحبوا الامور السلميه وحوار وكل مفاوضات. نعرفوا شكونهم اعداء الثوره ويجيو اللي ما زالوا معناها يقولوا ان احنا ندافع على الثوره، اللي يحملوا امانتك الدم نتاع الشهداء وغيره الكل، ويقول لهم اين نتفاوضوا يا سيدي. يعني كيفاش ترجع الفلوس نتاع البلاد خلينا نشغلوا بها الناس، فهمتني؟ انت كيفاش تعوض الشيء هذاك وندخلوا في مفاوضات حتى ننتقل من الحوار اللي هو كلام فضفاض وعام وها 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 نوليو نحكيو في حاجات دقيقه. احنا باش نتفاوضوا تو هالقضاة اللي فهمتني قضاوا على اعمار الناس واللي ارتشاوا واللي كذا وغيره، تتحل الملف. البوليس اللي عذبوا كذا تتحل الملفات، فهمتي؟ وندخلوا في مفاوضات. خلينا نشوفوا هالناس هذه اللي هي اعداء الثوره. علاش قلنا احنا هذه كلها رجعوها سفينه نوح. انتقال ديمقراطي، الناس الكل باش تساهم في الانتقال الديمقراطي، هذه اكذوبه كبيره. احنا توا في حاجه الى ان نرسم الخط ما بين القوى المضاده للثوره اللي كانت ضالعه راه 60 سنه ورانا، قمع وتعذيب وتصفيات ونهب وسلب وفساد وغيره. هذه نخليها وهي نبني بوصفات معناها مفروضه من الفوق. نمشي للمعاهده الدوليه لمقاومه الفساد واش جاب لنا سي هذا الادغم وانا مش نعملوا لوجيسيال هنا لا يا سيدي. الناس اللي تو تسرق شو اسمه نجاة بن علي وجابوا لي تعرف السيستم نتاع الانفورماتيك في البيهاش دخلوا له ونحاو منه برشا حاجات وثائق. نهار 24 جانفي اخت بن علي خدت 911 مليون تصرفوا لها. 24 جانفي هذا سمعت؟ نهار 24 جانفي 2011 10 ايام بعد الثوره عطاو عملوا لها باش يسكروا دي بيون 30 مسؤولين نقابين واخذين 300 مليون اخر 180 مليون نجبدوا نحاو من السيستم. وانا نطالب انا نقول لك الفساد زاد استشرع. مسؤولين نقابين شكون؟ شكون مسؤولين نقابين؟ تو التحقيق يكشف عليه. فهمت؟ تحبوا نصارحوا بعضنا نبداو بالمصارحه والمكاشفه. الان هذه خط الوراق واللي صار وانتقال الديمقراطي وكل هذه كذوبه، او نقولوا الشعبيه راهو هذوما ناس يكذبوا راهو يقولوا لك انتقال ديمقراطي ما فهم شيء. هذا تعطيل مسار الثوره، واحنا لازمنا نعرفوا شكونهم اللي معنيين بالثوره وباستكمال اهدافها وشكونهم اللي ضالعين اللي ينتميوا للفساد والاستبداد. هذوكم نشخصوهم الكل ونقولوا لهم ندخل معهم في مفاوضات. تولي العمليه معاش عبثيه، مش نحكيو ونحك راسي نحكيو بربي نعملوا نصيف برلماني ولا نصيف رئاسي النظام ولا واحد باش يتهموا الشعب نصيف كلام فارغ. والواحد نمشيو للحقائق والشعب نعرفوه بالحقيقه. ثم اطراف اجنبيه ضالعه في هذه ما يحبوش يكشفوها، وثم يحكيوا على كراهات دوليه ما يحبوش ملفات تخرج هذه اللي مولت واللي اعطات. وانا نبت في ملف بن عليه عميل الموساد واذا تعدى قدام المحكمه العسكريه وثبت لي هو حقيقه. والملفات يهزم ضابط نهار 24 بالجيره وفار ويهزم المنزل بورقيبه باش يفسد معناها يعدمه. وهزوا زاد نتاع الفرق الاداره الفرعيه للابحاث الخاصه هزوها للمعمل نتاع الكاخذ نتاع بن غربال في حي الخضراء. هذه حقائق ثابته. ابدا ابني يا سيدي. العلاقه مع اسرائيل شبيه الملفات شبيه تهزوا هذوما من الرئاسه ويمشيوا. وين مشاو؟ عند شكون؟ يقولوا هم دفارق دي من الحكومات الظل وين هزوا؟ بلادك احكي على بلادك شنو تبكي عليها بالدمع وتبكي عليها بالدم لان كالشهداء كيفاش كانوا اصحملوك امانه وانت جاي هذا الملفات كلها ما يهموكش. نحكيوا انتخابات وكذا وكيفاش رضي لها وكيفاش نهدي فلان وكيفاش يا اخي نخدم انا عسكر حرائق نتبع الحرائق. سياسه راهي رؤيه استراتيجيه. انا نحب الدوله الوطنيه المستقله اللي ما عملناش بورقيبه وما عملناش بن علي. الدوله الوطنيه المستقله نحب استقلاليه قراري. مش الناس كل ما ماشي لهولندا وماشي لكذا وماشي جلسات مغلقه مع جماعه سفراء الاتحاد الاوروبي. وانا نعرف جماعه الاتحاد الاوروبي جايين هنا عشت اش قالت
قالت الانتخابات في ساعه والدستور في ساعه وزربوا رواحكم فهمتي خاطر هذه لازمنا نفهم نبصر الشعب راهو احنا توا الاوان ان نعدل علاقاتنا مع الغرب وانا نبني دوله مستقله ونعول فيها على الشعب ونراهن عليه واضح. وما مش مشكلتي هذه باش ناخذ شويه قروض ومد ايدك وبعد حتى تتورط وزيد وتوا شيء خطير جدا راهو قاعدين نعملوا فيه مجلس تاسيس المصادقه على القروض يعني. طيب قروض وبعد شكون يعني اذا قد فداري خلص الكلام بعد الاجيال الجايه ولا وحتى المواطن التونسي سي عبد الرؤوف يعني يحب البطاطا بلاش. اي سامحني تو بالنسبه للدوله الاتحاد باختصار بالنسبه للدوله الاتحاد يعني هل الزيادات اللي صارت وقت اللي نسبه النمو صفر ايش يعمل؟ البنك المركزي يطلع الفلوس تولي مولي تساجز انا معناها تكثر التضخم ويكثر التضخم مالي يكثر تغلى الدنيا وليت انت كمنظمه وطنيه مشكلتك هي رعايه الضعيف وكل غليت عليه انا كنت اتمنى من الاتحاد انه كان يقف في صف الثوره مش في صف يكون غطاء خيمه باش يدخل الدكتور اللي هو مازال ما نعرفش شنو برنامجه ما نعرفش منه حتى شيء. انا بصراحه وكان جيت نسمع في الشعب هذه ما كنتش حتى نعرف حتى شيء. في تونس صارت الثوره ولا ما صارتش؟ كانها صارت الثوره قولوا لنا وين مشيت الثوره؟ واش عملت؟ بوضوح الثوره هذه اللي صارت على شكون صارت؟ هي نظام صناعه دوليه لان بن علي كان يمولوا فيه ويسوقوا لصوره تونيزي كارت بوستال. بن علي يعني النظام نتاعو جاء في سياق بعد كامب ديفيد تحقيق استراتيجيه شنو هي السلام. يعني الغرب يعطيك استراتيجيه ما تجيش تعمل تكتيك انت مادام استراتيجيه نتاعو تكتيك ما ثماش سياسه. اذا ثم اخلاء السياسه للغرب هو نظام عميل نتاع اداره قمعيه عطاوه بوليس كبير في تونس يمولوا فيه ويعطيوه خطاب يجملوا فيه ويجيبوا له شويه توريست ويخدم منيح الغريبه باش ياخذ شويه واحد فهمني الدعاء ودول انا وين ماشي وفيليب سقا راجع وهذا وكذا وشنو هذا هو كان نظام يعني كان صناعه دوليه وكان صناعه امتداد ثم ناس او حزب كان موجود هو زائده دوديه للداخليه وكان تقارير امنيه تكتب يعني وكان حسن عبيد على الاول في الواحد بعد جابوا هذا بقبيله مصر بقبيله شد الواحد. هالشيء هذا اللي صار الشعب مسكين كان يئن ثم ارهاب وكانت معناتها في الاخر والاقتصاد عائلات فساد فهمتي ضربة نابو. كان الشعب يستنى بعد الثوره هذه باش هالمنظومه هذه تتفكك مش باش يهرب بن علي. هي مش ثوره على راس النظام هي ثوره على المنظومه كامله. كي مشى بن علي قاتل المنظومه جاوا هذوما توا في طبعا الناس شكون جاء المبزع يضرب في 30 مليون تو سي المبزع في داره تو يضرب في 30 مليون خلي الشعب يعرف فيه اي ياخذ في 30 مليون المبزع. جابوا مبزع في عوض يكون في الحبس ولا هو رئيس دوله او في مصر في الحبس وهو هنا في رئيس دوله وجابوا هكا اسمه مع متقدمين كتونس متقدمين اي متقدمين اي متهاونين فرد مره سلمنا في كل. جاوا بعد سي قايد السبسي فهمتي ايش هي الواحد رقاك الموظفين الكل تام فهمتي الدوله طايبه ما عندها ونسبه النمو صفر رقاهم عمل محاسبه شنو هي محاسبه؟ له تعذيب 15 سنه يقف يزي فيه البرك لازمش ترجع للتالي. لا مغالطه هي خليني بعد جاوب مسؤول. وجاو للارشيف اللي دبر راسك ولاو في الادارات وجاو اتصلوا بينا يعني يشيلوه في بالكيلو يشرو سيمون صف بن سالم وزير التعليم العالي الملف التأديبي نتاعو ما لقاهش تسرق في الوزاره وجاوا وقفوا برشا ارشيف ودخلوا معناها يحضروا فهمني. وثم تواطؤ دولي لان ثم ناس ما يسميهم هذوم لي زافيريست اللي ماهوش هم دافير واحد من المانيا قال ودي يعطيوكم حاجه شويه انتخابات شويه دخلوا باش الملف هذه وانا احنا في نقاش راهو التنقيح الوزاري مع سي علي العريض قال لك لا ثم ما نجموش نكشفوا على الارشيف ثم مصلحه اسرار عائلات قوميه وطنيه الملحقين الامنيين في السفارات وكل ما عادش يتعاونوا معنا لانهم هما كانوا هاي باختصار سامحني خليني يعني باش نجم نفهم الشعب خاطر الشعب مسكين ضاع في هالمسار الانتخابي والهيئه العليا
والهيئه ما نعرفش شنيا، وهذا عليه مش فاهم هذا الشيء. الرجل يشوف القفه نتاعو غلات وضربات، ولا ثم قيمه عمل سابوتاج كامل في البلاد ما ثم حتى شيء، ويجي بعد يحكوا على حوار ونمتصوا الواحد حد شغل يتبنزوا ضربات عامه ويدعوا الحوار. اي لا، هذا كلام انا مش ينطلي على حد فكره. هل مشكله الحوار قلنا هو اليه يعني طيب. تحسين الحاصل تكون موجوده. اما المشكله القضايا السياسيه ما ناقشناهاش. علاقتنا بفرنسا بالغرب كيفاش كانت؟ اعطيني خليني نكلمك. علاقتنا بالجهاز الامن كيفاش كانت، وشكون عمل وشكون عذب وشكون اغتال، وناس ماتت تحت الترينوات وذبحوها ذبيحه، وناس استقبت بالشنيول وماتت على العريبي. ويعرفوا ثم ملف تحل. هو ثم ملف تحل في تونس. بعد يحكيوا على ثوره ايش؟ علاش ثوره هذه؟ كل يعني مش نذهب بما فيهم حركه النهضه. بما فيهم حركه النهضه. هذا كل سي عبد الرؤوف. لا مهم جدا باش نتفاعلوا، لانه اليوم فما قطب. انت سامحني انت كنت مش تجيب لي ملف دريد شو اسمه عمار، ما جبتوليش. قلت لي هاك اللي باع الواحد وباع لي زيكو. انا في رايي انا الاوان ان نتصارح، وهل نترك الشكل واضح. الشكل، لان هذه المضمون نقطه تقول لي انت بعد 3 شهور من الانتخابات ولا بعد 6 شهور، هذه كلها استحقاقات شكليه اجرائيه شكليه، وندخل في المضمون. اذا دخلنا في المضمون ندخل نحكيو على الثوره واستحقاقاتها، وكان الوقت نوليو نعرفوا واش نحبوا نعملوا. توجهت رساله سيد سامحني المصطفى جعفر بتاريخ 14 ماي، ذكرت في خطبتها انه ان الاخطاء القاتله في المجال السياسي تكمن في استبدال عدو بعدو وعدم استيعاب متطلبات المرحله. طبعا هذه انا في رايي نبدا نتكاشف، ثم نمر المرحله الثانيه، هي انه نعرف، خاطر هذه المؤمنون الحديث الشريف المؤمنون شهود بعضهم على بعض. نعرف شكون في صف الثوره وشكون مش في صف الثوره. واذا تحبوا مفاوضه، تحبوا عداله انتقاليه، تحبوا اشكال من الاشكال، لكن الوقت يولي عندنا مضمون، مش نحكيوا على مضمون. اما هاللقاءات هذه كما قال اخي انها مهرجانات الخطبيه وكل هذه عندنا في تقاليدنا العرب. الزغاريت اكثر من الكسكس. ايوه صحيح، ذاك الزغاريت 19 ثاني انت